اللي بيربي ابنك فعلا؟ انتي ولا جده وتيتا؟ سؤال بسيط بس اجابته هتفرق جدا في مستقبل ابنك كله. كلنا عارفين ان الجد والجدة بيحبوا احفادهم حب ملوش حدود، بس اوقات الحب ده بيتحول لتدخل، وتدخلهم ممكن يبوظ مجهود الاب والام في التربية من غير ما يقصدوا. النهاردة هنتكلم عن تدخل الاجداد في تربية الاحفاد، وازاي الدلال الزايد ممكن يبوظ تربية سنين. نشوف كتير ام واب بيحطوا قواعد في البيت: ممنوع التليفون، مش كل حاجة نعيط عليها ناخدها، لازم نعتذر لو غلطنا. وفجأة يدخل الجد او الجدة ويقولوا: سيبيه حبيبتي، ده لسه صغير، ما تعيطش حبيبي، خد اللي انت عايزه. الطفل هنا بيتلخبط، هو مين الصح؟ ماما وبابا ولا جد وتيتا؟ ويبدأ يختار اللي يريحه اكتر مش اللي يربيه صح. الاجداد بيشوفوا الحفيد كأنه فرصة تانية للحب، بس ساعات بيحولوا الحب ده لدلال بيكسر كل القواعد. لما الطفل يعيط فياخد اللي هو عايزه، ولما يغلط يقولوا: ما هو لسه صغير. الطفل بيكبر وهو شايف ان القواعد دي مش مهمة وان مفيش حدود، وده اخطر شيء في التربية. تدخل الاجداد مش بس بيأثر على الطفل، ده بيخلق حالة من التوتر ما بين الاب والام. الام تقول: انا مش عارفة اربي ابني، كل ما اقول حاجة حماتي تقول عكسها. والاب يقول: انا مش عاوز ازعل امي، بس انا كده مجهودي بيتهد. والنتيجة البيت كله في صراع، والطفل هو الضحية. طب نعمل ايه؟ نمنع الاجداد خالص؟ لا طبعا، وجودهم مهم جدا، بس لازم يكون في توازن. اول حاجة، حوار هادي ومحترم. اتكلمي معاهم بهدوء وقولي لهم: انا عارفة قد ايه انتوا بتحبوهم، بس لازم نكون كلنا على خط واحد عشان الطفل ما يتلخبطش. تاني حاجة، حطي حدود واضحة، زي الحلويات مرة واحدة في اليوم، النوم في ميعاد محدد، العياط مش وسيلة خالص لان هو يحقق اهدافه. تالت حاجة، شاركيهم نجاحه. لما الطفل يعمل تصرف صح خليه يسمع المديح من جده وجدته. الجد والجدة كنز حقيقي في حياة ولادنا، بس لازم نفتكر ان الحب من غير حدود بيكسر الحدود. ولو كل واحد فينا التزم بدوره هنخلق جيل جديد متوازن، بيحترم الكبير وبيسمع كلام اهله ويعيش في بيت كله حب بس بنظام. ولو شايفة ان الرسالة دي مهمة شاركي الفيديو مع كل ام واب وجد وجدة، وسيبيلي رأيك في التعليقات وقوليلي هل بتواجهي المشكلة دي ولا لا.